ازيكم؟ ملاحة تقلية او اللي ما يتسماش. طبعا في حبة شوام وخليجيين كده لقطوا الاسم داك ومهججين بيه في التيك توك. السهل الممتنع، مكوناته بسيطة وسريعة التحضير. وصفة اللحمة المفرومة معمولة ب8 كيلو لحمة مفرومة، ربع الربع. قمة التوفير. نفس الوصفة دي للمكرونة، للبطاطس باللحمة المفرومة، المسقعة، أي وصفة بتحتاج لحمة مفرومة بالصلصة، الوصفة دي مناسبة لها جدا. والوجبة مناسبة لعائلة من 6 أفراد. التركة وين؟ بعد تقطعي البصل والطماطم بينزلوا موية، خلي الموية في الصحن بتاع التقطيع وكبيهم في الزيت شبه ناشفين. ده بيخليهم ما فيهم طعم الخضار المسلوق، لكن بيبقى طعمهم طعم الخضار المسبك. تخلي البصلة تاخد لون، وبعد ذاك تضيفي الطماطم وباقي المكونات. طقني حق الطبخ الكل بزاز، حتى الطوة بزاز، يدها بزاز. ورهانة حمتي ما عافية لكم. طقم مقاوم للحرارة، ممكن تاخد فيه قطعة حديد لغاية ما تسيح وما بيتكسر. عملت فيه وصفة الفسيخ، وصفة العدس، وانا شغالة في الوصفة الثالثة وصورت جزء منها. الحرب قامت. البهارات كزبرة وملح وفلفل وهبهان وقرفة، أكتر من كافية لأي وصفة. البابريكا دي نظام عولمة وكده، هي ظريفة وبتدي لون وطعم، لكن في بديل يا قول ولدنا بتاع التيك توك داك، الفلفلية، الشطة الخضراء، بتدي نفس الطعم والنكهة بتاعتها. نضيف البهارات في المرحلة دي، تاخد تحميصة بسيطة، وننتبه للقرفة لأنه نكهتها قوية شديد. إذا مسحونة نشيلها بطرف الملعقة، وإذا قطع قطعة صغيرة. 4 كوبايات موية بتدينا حلة ملاح مناسبة للأسرة. البصلة المحمرة إذا موجودة بتضيف طعم أفضل، لكن من غيرها برضو بيكون ملاح ظريف. الوصفة برضو بتاعت البصلة المحمرة موجودة في الفيديوهات. زي ما قلنا ملاح سريع، في خلال ربع ساعة بيكون استوى. وبنضيف الويكة حسب النوع بتاعها. إذا جديدة 2 ملعقتين كبار كافيات جدا إنه يخلوها قوامها كثيف ومناسب. أما أحيانا بتحتاج إنك تضيفي أكتر، وطبعا حسب الرغبة بتاعت الناس، هم عايزينها تقيلة أو خفيفة. تضيفي لغاية ما تظبطي القوام البناسبك. لازم طبعا نلقط الهبهانات دي، لأنه ولدي نبيل الهبهانة بتجيب هو تحديدا، بتسيب 10 أنفار في السفرة وبتجيب هو تحديدا وبتشاكل معي. 1 دقيقة واحدة بس يغلي يا قول مواهب لغاية ما الحلة تصور وشها. بنطفي النار وما بنغطيه عشان ما ينقطع معنا. جربوا الوصفة وبجد أنا ملاحدة مشكر يا جماعة. النصيحة أن نوريكم، جربوا، واللي بيجرب يكون ظريف يكتب لنا في التعليقات النتيجة طلعت معه كيف. شكرا لكم. دقة سريعة. السودان